السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وأسعد الله المساء. أهلا ومرحبا بكم مع سهرة جديدة والمقهى الثقافي من القاهرة. السيدات والسادة، ينعقد المؤتمر العربي الرابع للقصة الشاعرة في القاهرة، وهذا المؤتمر يناقش القصة الشاعرة كجنس أدبي جديد بعد أن عقد قبل ذلك 3 مؤتمرات متتالية. هناك عدة أبحاث لمناقشة القصة الشاعرة باعتبارها كجنس أدبي جديد، وما تعرضت له القصة الشاعرة من المؤيدين ومن الرافضين أيضا لهذا الجنس الأدبي الجديد. على كل الأحوال، بيسعدني كل السعادة أن يكون معنا الشاعر والناقد الأستاذ محمد الشحات محمد، رائد هذا الجنس الأدبي الجديد وهو القصة الشاعرة. أستاذ محمد، أهلا بك ومرحبا. اهلا بحضرتك ونقص فيهم. أستاذ محمد، الجديد في المؤتمر العربي الرابع للقصة الشاعرة. يعني هو الجديد ناتج عن الاستمرارية، ان مم. كل عام المؤتمر بينعقد في ميعاد وما فيش اي اختلاف برغم الظروف اللي مرت بها البلاد يعني. مم. محاور المؤتمر السنة دي القصة الشاعرة دراسة مقارنة، الأجناس الأدبية الجديدة، ثورة في العقل قبل الميدان، أدب الاختلاف والتطور السياسي وما يصاحبهما من ترجمات ونظريات نقدية، واقعية التعبير وتحدي التجنيس الأدبي. مم. آه، أهداف المؤتمر مم. الرابع خصوصا مم. التأكيد على أهمية الأجناس الأدبية الجديدة وعدم توقف مسيرة الإبداع، الدور المؤسسي العربي للنهوض بالثقافة والحريات، وما زال طبعا المؤسسات الثقافية بصفة عامة بتعاني من مشكلات ما قبل الثورة وما بعد الثورة، وزي ما بيقولوا ما بعد الحادثة وما بعد الحداثة. مم. آه، بتعاني إيه تحديدا يعني؟ لا، بتعاني طبعا المحسوبية والنشر والمعارف تقدمت بكتاب للنشر ممكن يمر على 4 سنوات تيجي تسأل عليه ما تلاقوش. مم. طب إيه المعايير عشان ننشر يعني، ولا هي كأن ثورة لم تقم يعني؟ مم. في المؤسسة الثقافية يعني إيه المعايير إن أنا للنشر؟ المعايير هي ما قبل الثورة هي ما بعد الثورة، إنها بتقدم كتاب للجنة واللجنة بتقراه، لجنة قراءة، وبعد كده لجنة فحص، وبعد كده بتجيز، طالما أجيز للنشر بياخد رقم مم. وانتظر بقى مع الرقم. ولكن أثناء بقى الفترة ديت إذا تقدم أحد المعارف لمناسبة معينة، خلاص موضوع الرقم ده له شأنه. ده مم. هنا بيطلع تاني بياخد رقم جديد وبتختلف، وده الكلام ده أنا مريت بيه يعني ما انا عارف انت صاحب باع طويل يعني ربنا يعزك ربنا يعزك. في هذه الامور يعني. طيب، اعود للقصه الشاعره. القصه الشاعره استاذ محمد طبعا، يعني هي منسوبه اليك، مش كده؟ ومعك ايضا بعض الرواد، يعني احنا نعم نعم. يعني طب نقول يعني يعني نقول. يعني انا اشرف ان كانت اول الارهاصات انا كتبتها، وبعد كده بقت شكل تعبيري مختلف عن الموجود. امم. بعد كده طبعا استثار عدد من الادباء في مصر والدول العربيه، من سوريا، السعوديه، من الجزائر، من المغرب، امم. يعني دول عربيه كتيره، وبالتالي كتبت فيه دراسات نقديه كتيره. امم. فأصبح هنا ظاهرة موجودة، شكل تعبيري مختلف، في نصوص متكررة كتير، فأصبح هنا في كم في دراسات دارت حوله. امم. بدأنا ننظر لهم من عملية طب انت ماذا تريد ان تقول تحديدا؟ يعني في القصه الشعرية، ما هو الصرخه الجديده التي انت تريد ان تعلنها للناس؟ اني ايها الناس جئتكم ببضاعه مزجاه، انا جاي بحاجه جديده. ما هو الجديد تحت عنوان القصه الشاعره؟ الجديد هو جديد وقديم في ذات الوقت. امم. يا مبدعي العرب، تذكروا أن الثقافة العربية لها الريادة قبل الثقافات اللي بدأنا ناخد منها مصطلحات مستغربة ومستوردة وأشياء مختلفة. العرب هم أول من اكتشفوا، هم في الطب، في الهندسة، في الرحالة، نظرية حتى الآن عملوها العرب ما تمش فك شفرتها. منها يعني اشمعنى الشمس سنويا بتمر بتسقط عموديا على وجه رمسيس مرتين في السنة. امم. حتى الآن بيدوروا امم. اشمعنى التحنيط لحد دلوقتي. لأن هنا الريادة كانت موجودة والبحث كان موجود والفكر كان موجود. ولما بدأت عمليات اللصوصية والسرقات بدأ المبدعين والمفكرين نفسهم امم. خلاص يحتفظوا ببعض الشفرات.
وطالما مجرد ما احتفظوا على حرص ليهم، مش على امل الخلود ان هم يرجعوا تاني ويكملوها، لا ده لما لقوا السرقات، والسرقات موجوده او المحسوبيه موجوده من بدايه الخليقه يعني. مم. فده الكلام ده موجود من الحضارات المختلفه، سواء فرعونيه مم. طب اسلاميه احتفاظهم قبطيه. بالشفرات بمعنى ايه يعني؟ ما هو كان الواحد عمل شيء، بيبتكر شيء، بيخترع مم. شيء، المفروض انه بيآمن معاه المفتاح بتاعه الخاص. مع المفتاح. ما هو كان بيقول بيعمل المفتاح عادي، ما هو اي انسان بيفرح بشيء يعني مش هنيجي مم. مش هنقول زي اللي وجدتها اول ما جت مم. الفكره كده يعني. مم. تمام. وبيفرح بيها وحاجه جديده. مم. فلما بيلاقي بعض الاشياء اللي بتصدمه، بتحطمه، قتل المبدعين، ادعياء النقد، مم. مثبط الهمم، فبيبدا بقى أي حاجه من الاثنين، يا يموت يا اما كان عنده اراده ومعتز بالشيء بتاعه يحافظ عليه بقى، لعل مم. وعسى يعني ايه، يمكن يعود في يوم من الايام. ما عادش يبقى خلاص هو محتفظ بيه. طيب، أليس الاحتفاظ بالشفرة وبالسر وبالمفتاح نوع من الكهنوتية في مجال الأدب؟ والله هو الاحتياج هو الابتكار، ثم ده مم. الاضطرار يعني. هو مم. ما هو اصلا ساعة لو كان عايز يبقى كده بالطريقه ديت، ما كانش اصلا ابتكر ولا كان اعلن عن ابتكاره مم. او عن اختراعه او عن كشفه. لكن لما بيلاقي بقى ظروف غير سويه مم. او متاحه او تشجيع لهذا الابداع ولهذا الرياده، مم. خلاص بيبدا يحتفظ بيه. هو ما كانش عايز يحتفظ اصلا، ما عايز يعلنها وينفع بيها العالم كخليفه في الارض او مم. لتعمير الارض. ده مم. اساسا يعني. الناقد الأدبي والشاعر الأستاذ محمد شحات محمد، مبدع القصة الشاعرة كجنس أدبي جديد. آه، أنتم طبعا تم اتهامكم قبل ذلك بأنكم تبحثون عن مجرد الشهرة والشو الإعلامي، بأنكم قد توصلتم واخترعتم واكتشفتم هذا الجنس الأدبي الجديد، لكن أنتم الآن يعني مستمرون بمؤتمر عربي، مما يعني التمسك، ومما يعني أن الأصوات التي نقدت ربما هي التي يعني توارت، وأن القصة الشاعرة ما زالت موجودة وقائمة. لكن أنتم كما أحس تبحثون عن ظلال أكاديمية، ظلال بحث أكاديمي لاحتضان هذا الجنس الجديد. ربما اولا شهاده حضرتك دي شهاده نعتز بيها، وشهاده امانه للتاريخ والتاريخ يعني، من اديب واعلامي قدير زي بارك الله فيك. الاستاذ ربيع السيسي. الله يخليك.